السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. فيديو النهارده روتين متجمع على كذا يوم، بس ان شاء الله يعجبكم. هنا انا كنت بصور لكم وانا في المستشفى. انتوا عارفين اليومين دول يعني فقراتي تعباني واعصاب ايدي وكده، ففي الفتره دي بكشف يعني، والمفروض ان انا هعمل جلسات وكده. المهم واحنا راكبين العربيه هنا عملت حاجه. عدينا على العربية، كانت معدية على سوق سمك. فهنا قالت ايه؟ قلت ايه هنا لتيتا؟ انا عايزه سمك ومعناش فلوس. والله حرفيا راكبين العربية ومعديين على سوق السمك. راحت هنا قالت ايه؟ ماما بصي في سمك، شم ريحة السمك بس احنا معناش فلوس نجيب. هي قالت الجملة دي لان انا معودة ولادي دايما ان احنا في ميزانية في البيت وماشيين عليها. ما ينفعش نجيب اكل من بره ولا نجيب اكل جاهز ولا الكلام ده كله، حتى لو معايا فلوس. دايما بقعد اقول ان اكل البيت طبعا احسن، تعملي الاكل لولادك افضل، لكن ما ينفعش اكل على طول جاهز. فطول الوقت لما اكون انا وهنا بره وتطلب في حاجات، يا طفله تفضل ماشيه شافت حاجه عجباها تطلبها، اروح قايله لها لا مش هنجيبها عشان انا معيش فلوس. بس يعني احيانا بيبقى معايا طبعا الحمد لله، بس بقعد اقول كده علشان تتعلم، يعني تتعلم ان مش في اي وقت وفي اي مكان نطلب اي حاجة نجيبها ونصرف طول ما احنا ماشيين. فولادي كلهم علمتهم على الحكاية دي، فالحمد لله. ولادي الكبار يوسف وانس وجنى نمشي في اي مكان عينيهم ما تمشيش على ده ولا على ده، ولا تلاقيهم عاملين شبه الجعانين عايزين ياخدوا في ده وياخدوا في ده ويشتروا كل حاجة طول ما هم ماشيين ويشبطوا في الحاجة. لا، ما مش كده، لان من هم صغيرين دايما بعلمهم الحتة دي. طول ما احنا ماشيين اللي عايز حاجة اقول له لا معيش فلوس، ففي نفس الوقت يقدر ظروفي. فاهمين؟ يعني انت لما تيجي تشرحي لابنك ان انت مش عايزة تشتري الحاجة دي، لازم تشرحي له كمان انت مش عايزه تشتريها ليه. يعني ما ينفعش تقولي لا مش هجيب واذا كان عاجبكم ومش هعمل لا، لازم تشرحي انت مش هتجيبي ليه. فهنا قالت الكلمه دي تلقائي كده واحنا قاعدين، على اساس ان هي عارفه ان احنا ماشيين على ميزانيه البيت وعاملين اكل في البيت، فاحنا مش هنجيب دلوقتي. بس لان انا متعوده كل شهر بروح اجيب حاجة بيتي وببقى ماشية على ميزانية معينة. ممكن مرة واحدة في الشهر اجيب لهم اكل من بره، او اي حاجة يطلبوها من بره اجيبها لهم، بيتزا بقى، بروست، اي حاجة. لكن مش على طول. بس عشان يتعلموا ان نمشي على قدنا، برضو يتعلموا ايه، ما يتعلموش الاسراف. فاهمين؟ بس فماما سمعت يا جماعة الكلمة اللي هنا قالتها دي، الا بعد ما طلعنا من المستشفى الا تاكل هنا سمك. يا ماما خلاص عاملين اكل والله في البيت، تقولي لا انا هجيب سمك. راحت جابت 4 سمكات وجابت رز وجابت سلطة وقعدنا على البحر، وكان سعرهم مش غالي، كانوا 180 جنيه. قعدنا كده على البحر بتاع الماكس وشربنا شاي، والله كانت قعدة جميلة وحلوة قوي وانبسطنا جدا. وجبنا مية، وهنا طبعا انبسطت بالسمك اللي قعدت تاكله، فكانت منكشحة. هنا بقى كنت بقلع الغوايش لان انا كنت رايحة اعمل الاشعة اللي هي الرنين، فكانوا قايلين لي اي معادن لابساها اقلعها، فكنت قاعدة بقى بقلعهم على البحر قبل ما اروح اعمل الاشعة. الفيديو ده متصور بقاله اسبوع تقريبا، الكلام ده قبل ما اعمل الاشاعه وانزل لكم الفيديو اللي بقول لكم فيه ان انا عملتها وكده. بس كنت ناسيه على التليفون ونسيت ان انا انزله لكم، قلت بقى انزله النهارده. لو وصلتوا بقى لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. عايزه اقول لكم الغوايش بقيت اطلعها بالعافيه لان ايدي كمان مورمه الايام دي، منفخه جدا، فطلعتها بقى بالعافيه. وكمان قلعت الحلق واي حاجه كنت لابساها، يعني يكون النوع الحاجات اللي انا لابساها دي كلها اللي هي الاستانلس، فقالوا لي برضو يعني مش دهب يعني، فقالوا لي برضو ممنوع تلبسيها، كله يتقلع. حتى كنت لابسه توكه اللي هي المشبك كده فيها حديد، برضو قالت لي اقلعيها. فشلت كل حاجه قبل ما ادخل اعمل الرنين ده. عايزه اقول لكم القعده على شط الماكس هنا حلوه، اي نعم عربيات رايحه جايه،
بس الهوا والبحر والقعدة نفسها جميلة يعني. المكان ده يتقعد فيه كده، لكن انها نزول في الشط نفسه لا مش حلو. ان حد ينزل البحر ده خالص. بعد كام يوم بقى محمد جه من السفر، كنت بقلب كده على الفيسبوك، فكل ما اقلب يا جماعة الاقي تين شوكي، عربيات تين شوكي او حد مصور منزل صورة تين شوكي. كان الفيسبوك مستقصدني، فكنت بكلم محمد وبقول له بص الفيسبوك كل شوية يطلع لي تين شوكي. انا بحبه جدا بصراحة يعني، جدا يعني. حتى ما بشوف حد واقف بيبيع تين شوكي ببقى عايزه اقف جنبه اقشر واكل، فاهمين؟ فراح قال لي خلاص لما اجي هبقى هجيب لك شويه يعني. فجاب لي قفص تين شوكي. قعدت بقى ايه يا جماعه، لبست جوانتي وقعدت اقشر واكل واقشر واكل واقشر وادي للعيال. بصراحة كان طعمه جميل، وكان طعمه زي السكر. واوفر لكم على فكرة ان انتوا لو انتوا زي كده بتحبوه ان انتوا تشتروه بالقفص، لاني لما انا بشتريه بالوحدة يعني قبل ما محمد ما يجي اشتريت 20 واحدة ب100 جنيه. يعني الواحدة بكام؟ ب5 على ما اعتقد. 20 واحدة ب100 جنيه. هو جاب لي السبت كامل ب140 جنيه. فاوفر طبعا بكتير. فما شاء الله يعني طلعت السبت، طلع كمية كبيرة يعني، كلنا منها على كام يوم يعني. قطعت لهم يعني كذا طبق، كنت كل يوم اقطع لهم طبق كده. فلو حابين زي كده التين الشوكي احسن لكم، هاتوه بالسبت، بلاش تجيبوه بالواحدة. بس لو طبعا انتوا مش بتحبوا تاكلوا منه كمية كبيرة، لا هاتوه بالواحدة ونفعوا الناس اللي هي بتقف بعربيات وبتبيعوا. وهاتوا بواحدة 2 3 على قد ولادكم مثلا، لو ولادكم مش بيحبوا كتير. لكن لو أسرة كبيرة زي كده وكلكم بتحبوه، هاتوا قفص أوفر لكم. في نفس اليوم كنت مطلعة من الفريزر تقطيع او المشكل اللي هو بتاع العيد. في عيد الأضحى كنا ذبحين يعني، لو فاكرين كنت مصوره لكم بقى في البلد. فكنت شايله بقى التقطيع والحاجات بتاعه الذبيحه دي. فقلت ايه محمد بيحبها، فانا مرضتش اعملها خالص غير لما يكون في يوم هو موجود معانا. فبما ان بقى انا ايدي وجعاني ما بقدرش امسك سكينه لوقت طويل، فاستغليت ان هو موجود. قطعت انا البصل وهو بدأ يقطع ايه التقطيع. كنت انا سلقتها بقى كلها. سلقت كان في كرشة، كان في فشة، كان في طحال، كان في ايه تاني، لسان، كان في لحمة راس، كله سلقت. بس في حاجات سلقتها لوحدها، الكرش سلقتها لوحدها. باقي الحاجات سلقتها يعني ايه مع بعض. ودي المخاصي هي مش بتتسلق، بشيل منها الجلد بتاعها وبعد كده بتتقطع وبتتشوح مع الزبدة وكده. تمام. فدي هشوحها مع الخضار اللي هو ايه اللي انا قطعته، البصل والفلفل زي ما انتوا شايفين. وحطيت حتة كده من اللية بتاعت اللحمة، وحطيت معلقة سمنة بلدي كده حلوة عشان تخلي طعم حلو للتقطيع بتاعتنا دي. هشوح ده كله كويس، وبعد كده اول ما احس الخضار دبل هبدأ ان انا انزل المخاصي بعد ما محمد قطعها. هشوحها برضو كويس. وهحط شوية ملح وشوية فلفل اسود عشان يبدأ الخضار ينزل ميته ويبدأ كده ايه يتحمر معايا. تمام. بعد ما محمد قطع كل المشكل اللي انا كنت سلقاه، نزلته برضو يتشوح كده وياخد له تحميرة مع الخضار والسمنة البلدي اللي محطوطة واللية وده كله. ادي الفلفل الاسود كنت لسه بطحنه بقى ايه في المطحنة وكده، لاني كنت لسه شارياه ما كانش عندي مطحون كده. بصوا بعد ما اتحمر، عايزة اقول لكم اكلة رهيبة. مش عايزة حاجة غير عيش بلدي جنبها وسندوتشات بقى بألف هنا وشفا. فلو ولادك بيحبوا الكلام ده اعمليه بالطريقة دي.
لان محمد زمان كان بياكل الحاجات دي مسلوقة. لما انا بدأت يعني ان انا اقول له لا، انا هي بتتاكل كده، المصمت بيعملها كده، فبدأت لما اعملها له كده بقى يحبها كده جدا، وبطل ان ياكل الحاجات دي مسلوقة خالص يعني. لما بتتسلق ما بيكونش ليها طعم غير لما تحمريها كده وتاخد سمنة بلدي وفصين توم في الاخر، بتبقى رهيبة. بعد الاكله الجامده دي بقى محمد كان في مشوار كده وجاب لنا حلويات. جاب لنا حلويات من عند عمر، اسمه ايه، خالد عمر، خالد عمر اهو. فجاب لنا بقى ايه، هو بيحب البسبوسه جابها، والولاد بيحبوا الدوناتس جاب لهم. هنا بتعشق الدوناتس وانس كمان بيحبه. وجانا بتحب البتاع اللي هو الشوكولاته ده، مش عارفه اسمه ايه، جواه كده من جوه محشي كاستر، بس انا مش عارفه اللي اسمه ايه بصراحه، فقولوا لي في التعليقات. اهو هحط بقى ايه في الصينيه الخشبي كده، وهرص الحاجات دي كده بشكل كويس، وهعمل كوبايتين شاي، وتبقى ايه قعدة السهرة بتاعتنا النهاردة كده بالحلويات اللي محمد جابها لنا دي. وكان التين الشوكي لسه في التلاجة. بس الفيديو النهاردة بسيط، ويا رب يكون عجبكم. انا مجمعه لكم والله كذا يوم مع بعض، بس حبيت ان انا اشارك معاكم الايام دي يعني حصل فيها ايه وكده. وانا على فكرة خلاص بجهز للسفر، ففيديو بكرة ان شاء الله هيكون بقى يومي للسفر، وهوريكم بقى ايه رحنا فين، وهشارك كل حاجة معاكم بإذن الله. في بنوتة من السعودية كتبت لي تعليق على فيديو امبارح، قالت لي هبة عارفة لو ما شاركتيش كل حاجة في المصيف هنزعل منك، احنا بنحب فيديوهات المصيف قوي بنتونس بيها، فعايزاكي تصوري كل حاجة لحظة بلحظة. من عينيا ليكي والله هشارككم كل حاجة بإذن الله في فيديو بكرة. تعالوا بقى اوريكم المشتريات اللي انا نزلت جبتها دي. بصوا بقى جبت شوية منظفات لزوم النظافة، تعالى اوريكم جبت ايه. اول حاجة جبت دي لجنى، دي ليفة. انا عندي بستخدم الليفة بتاعت زمان دي، عارفينها اللي هو كوز الليف ده انا بحب استخدمه قوي، فالبنات يعني بيحبوا الليفة دي، وكل فترة بغيرها لهم. فجبت دي، اللون ده اختارته جنى، واللون ده الهنا، فهي اختارته موف وبينك. خلاص كده الواحدة كانت ب50 جنيه. واطي يا انس. كمان لزوم بقى الغسيل، عايزه اقول لكم الكلوروكس البودر ده حلو قوي اكتر من الكلوروكس الالوان. يعني احيانا بيبقى فيه بقع ماسكه في الهدوم مش عايزه تطلع بصراحه، فبروح حاطه من البودره دي على البقعه وشويه ميه بسيطه اللي هي تدوب البودره، شويه ميه بسيطه وبسيبها اركنها شويه، وبعدين ارجع اغسلها الاقيها خلاص البقعه راحت. الاول كنت بجيب البرطمان على بعضه، بس البرطمان على بعضه كان سعره 100 جنيه تقريبا، فبقيت اجيب الكياس دي. يعني قلت اجيب الباكو على قد الغسله او على قد المكان بس اللي فيه بقع. كمان الباكو كبير قوي، يعني انا ممكن استخدمه على 3-4 مرات، لاني مش بستخدمه على اللبس كله، لا انا بحطه على المكان اللي فيه بقع. فالكيس ده ب7 جنيه. بصوا جبت منه 4 كيس. كمان انتوا عارفين انا بستخدم باهي او اوكسي. لقيت اوكسي بصراحه اسعاره رفعت قوي، يعني تقريبا الكيس اللي هو ال2 كيلو اللي زي دوت لقيته ب100 مش عارفه و30 او 100 130 او 135 حاجه كده. فباهي بيبقى ارخص شويه ونفس اوكسي بالظبط. ده كان ب95، فجبت الكيس ده. وكمان خلاص كده دولت كده ايه للغسيل. جانا جابت الوايبس ده اللي هو بتاع الاطفال، بتحتاجه وبتمسح بيه كل حاجه بقى، ايديها وبشرتها جسمها يعني بتحتاجه في حاجات كتير قوي. خلاص جبت دولت بقى للشنطه، يعني نحطها في شنطتنا واحنا خارجين، خصوصا ان احنا يعني في الصيف بنخرج بقى، مثلا هنروح البحر، هنروح نشتري طلبات، مش عارفه ايه، الجو بيبقى حر وايدينا بتلزق ولو كلنا حاجه هنا كلت حاجه، فقلت اجيب كده كام واحد احطه في الشنطه. عجبني حجمه قوي ان هو صغير، بصوا مش هياخد مكان. الباكت الواحد ب5 جنيه. فجبت بقى كذا ريحه، جبت ده معرفش بريحه ايه، جبت ده وده وده وده، ده بالحليب مكتوب عليه، وده اهو
فجبت ايه شويه دول نخليهم في البيت كده، اللي خارج وعايز ياخد واحده معاه ياخدها معاه. كمان صابون المواعين بحبه وفير قوي 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 وموفر مش غالي. ده كان سعره تقريبا 92 جنيه. الشركات التانية كنت بلاقي بقى ب100 130 140، فده موفر وفي نفس الوقت ريحته حلوة، وشوية منه بتزوديهم شوية مية بيرغوا وبيقعدوا معاكي كتير. يعني الجيركن ده ممكن يقعد عندي شهر ونص. فجبت واحد. بصوا انا لما بنزل احيانا اشتري مشتريات زي كده، جانا بتنزل معايا بقعد اقول ايه محتاجة حاجة بالمرة تجيبها. فجابت كريم الاستحمام ده، هي كانت شايفاه على النت يعني، وقالت لي ماما ده حلو انا عايزاه، اللي هو شبه الشاور كده، فجبته لها. كمان جبنا ده، احنا عامه مش بنستخدم دوف بصراحه، بس جبنا العبوه دي عشان حجمها صغير هتنفع في الشنطه، عشان لو رحنا البحر ولا حاجه العيال بعد ما بتخلص بتبقى عايزه تاخد دش، فجبته لهم ناخده في الشنطه كده ايه يغسلوا شعرهم بيه. كمان جبت رائحه النظافه ده اهو، جبت واحده. ده الشامبو الاساسي اللي جانا بتستخدمه اهو، بانتين. جانا بتستخدمه وانا كمان بستخدمه، بقالنا سنين بنستخدمه. خلاص فجبنا العبوه دي، انا عندي واحده ليا في الحمام بتاعي فجبت دي للحمام ايه فوق عشان جانا. وجبت دوت بتاع الدبان اللي هو من غير ريحه، ده ما بيعملش ريحه، يعني لما بتيجي ترشيه بتشمي ريحه جاز كده بسيطه، لكن ما بيعملش ريحه تخنق كده المكان، فبيبقى حلو قوي قوي للدبان ايام الصيف وكده. انتوا عارفين الجو بيتملى دبان وساعات ناموس لو مفتحين الشبابيك. كمان جبت المناديل دي اللي هي مش عارفه اسمها، ما بعرفش انطق اسمها، بابايا تقريبا. المهم دي كان عليها عرض ب149 جنيه الستة، فانا الستة دول بيكفوني شهر، ممكن شهر وشوية. لان بحط مثلا في الغرفة فوق 3 وبحط 3 هنا، وكمان بحط في الحمام، فالعبوة ما شاء الله كبيرة، يعني دي بتبقى كبيرة فبقسمها نصين، وفي كل علبة بحط فيها نص. فمهمة قوي قوي في الصيف، المناديل لازم تكون موجودة في البيت في كل حتة، او على الاكل، في اوضه النوم، في الحمام. فبجيب 6 وبيبقوا حلوين قوي. بيبقى فيه انواع كتير بصراحه، بس ما بيبقاش نفس طبقات الورق ده ولا التقل بتاعها، وما بتقعدش معايا كتير، فدول الوحيدين اللي بيقعدوا معايا وقت يعني. بس فدي كده المشتريات اللي انا جبتها لزوم النظافه، دي اللي انا محتاجاها. لكن انا عندي في البيت كلور، عندي كلور الوان، عندي كلور ابيض. ما بجيبش اللي هو بتاع الازاز والاسطح والكلام ده خالص، لان عندي الفوط اللي هي بتستخدميها من غير منظفات دي، عارفينها بتنظف الازاز حلو قوي بالميه من غير اي منظفات، موفره معايا بصراحه. فدايما دايما المشتريات اللي بجيبها دايما عشان التنظيف بيبقى الصابون ده المسحوق العادي، وساعات بجيب المسحوق اللي هو السايب كمان وخليتهم ببعض وبيوفر معايا، البودره بس، والكلور بس كده. بس دي كده مشترياتي، اعذروني لو في حاجات ناسيه سعرها.